السلام عليكم حبيباتي المشتركات، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم جبت لكم خبز الدار بالسميد، بدون دلك بدون عجن. بالخف توجدوه وما تتعبوش معاه. تبعوا فقط الوصفة والمقادير ورايحين تنجحوا فيه اخواتي. المهم هنا كما تشوفوا البطاطا على بيض 500 غرام، حطيت فيها زوج تاع السميد، يكون رقيق يعني يكون رطب من الاحسن. هنايا نحطو كيلة تاع حليب دافي، ونزيدو كيلة تاع الماء دافي. واللي تحب دير زوج كيلات حليب دير على روحها، ولا كان درتو زوج كيلات ماء ديروا معاه لحظه. يعني عطيتكم ثلاث طرق، لكن ديروا كيما درت انا يجي ما شاء الله. هنا نخلط هذاك السميد تاعنا، بالاحسن اخواتي يكون رطب هذاك السميد تاعكم، باش بالخف كي تخلطوه يعني بالخف واحد 5 دقائق ولا يكون معاكم واجد. هنايا انا درت بالميكسر، لكن ها يعني تقدروا ديروه بيدكم، بيسك انا يدي مريضه عندي لاغتخوز ما نقدرش نبقى نخلط بيدي، لكن يعني اللي تقدر بيدها واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق يطلق هذاك السميد العلك تاعو. انا هنا يعني درت مونتاج يعني كوبيت الصوت الاصلي باش ما يديرش الحس الميكسر. كيما راكم تشوفوا هنا بعد خلطت ولا دقيقه هذاك رطب، ثم بيديكم فقط يعني يولي نورمال 7 دقائق 5 دقائق يولي نورمال. هنا درت سكر 4 ملاعق، بيسك حنديرو حلو، لكن ديروه مالح نقصوا السكر ديروا 2 ملاعق فقط. انا درت هنا 4 ملاعق يعني ربع كاس، وملعقة ونصف تاع الخميرة الفورية بيسك الحال بارد، لكن في الصيف ديروا ملعقة فقط. هنا كمية من الملح، واحد الربع ملعقة تاع الأكل، كيما شفتوا الملعقات الاكل اللي كيلت بها. هنايا اخواتي تقدروا تحطوا بياض البيض والصفار تدهنوا به، لكن انا متوفر البيض حطيت بيضه كامله. وتقدروا يعني البيض فاش مليح هنايا يعطي فيتامين كي تاكلوا فيه الفيتامين، لكن اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه وما ديرش البيض في هاد الوصفه. هنا نخلطوا هذاك الخليط كامل مليح. شوفوا لعلك الله يبارك. هنايا نديرو ربع كاس تاع عفوا نص كاس تاع الزيت، ماشي ربع يعني فوق الربع شويه، نص كاس زيت وتخلطوا. انا استعملت هنا الميكسر. من بعد ما تخلط مليح نضيفوا الفرينه، 2 كيلات فرينه يعني بنفس البطاط على بال 2 وحايد. لكن اخواتي لازم تشوفوا القوام يكون يتلاصق، بصح كل فرينه يعني كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. هنا لازم تنخلوها وتخلطي هكذا. صدقوني جا واحد الخبز ما شاء الله. ثاني ضيفوا اخواتي هنا لافاني، واللي تحب دير بماء الزهر. انايا بيسك في الماء اني ما قلت لكمش في الاول، في الماء زدت ماء الزهر ربع كيلة تاع ماء الزهر، بيسك راح نديرو حلو. واللي تحب دير لافاني تحب دير، واللي تحب دير زازت تاع القارص دير زازت تاع القارص، لكن يعني الخبز الاغلبيه تاعو يجي بماء الزهر يجي ما شاء الله، والريحه تاعو يا الله يبارك تهبل. مرات ننسى المقادير، يعني المقادير منين حطيت السكر تحطوا لافاني ولا زازت تاع ليمون، لكن من بعد ما في الماء تحطوا ماء الزهر في الاول، تحطوا ربع كيلة مع هذاك الماء اللي حطيت الكيلة الثانية تاع لابيل. هنايا من بعد ما لميتها يجي هكا يتلاصق. انا للامانه جا شويه جاري، شويه تلقى روحو، نتوما تزيدوا شويه العجينه طريه. شوفوا هنا ما شاء الله كيفاه انتفخت. تخليوه يختمر مده ربع ساعه على حسب الجو اللي عندكم في الدار، دافي ولا بارد. من الاحسن تحطوه في مكان دافئ هكذا. ونبداو نهبطوا هذاك الخمور هكذا ونضربوا شويه العجينه. انا ما قدرتش نضربها بزاف باسكو قلت لكم يدي مريضه،
عدت كي ندير بها نتعب ما نقدرش. الله يبارك النبات حتى تلقاو هذوك الفقاعات. من بعد تجيبوا البلاطو تاعكم تدهنوه بالزيت وتقسموا العجينه على 2. لكن للامانه اخواتي جاو كبار بزاف، انا جاوني كبار بزاف. يعني درتهم البلاطو تاعي كبار، لكن من الاحسن ديروه على 3 سورتو المبتدئات. شوفوا كيف العجينه مطلوقه، ثم ديروها شويه على هكا، تلموا بالزيت. لازم كي تدهنوا يديكم وتدخلوا يديكم في العجينه باش تتلم لكم هكذا شويه. يعني كان ما هضرتش حوايج هكا، لكن الصوره يعني راهي واضحه عندي قدام ما صورتش. نسيت كيف نهضر، نسيت كيف. المهم هنايا كيما راكم تشوفوا البلاطو الثاني بصح جاو كبار، نتوما قسموهم على 3 واللي تحبهم كبار ديرهم كبار. شوفوا الفقاعات يعني كأنه معجون باليد. من بعد دهنوا يديكم بالزيت وتطرحوا من الوسط وتبداو تروحوا للجناب. ها يعني نعتلكم نبابل باللي راهي الوصفه تاع الخبز هذا راهي ناجحه. كما قلت لكم اخواتي، اللي تحب ديروا مالح يعني تاع باش تشرب دير به شوربه ولا حاجه، ما تكثرش السكر، من 2 مغارف ما تزيدش. واللي تحب تضيف ماء الزهر تضيف فيه ماء الزهر. هذا انا نحب، حنا في قسنطينه نحبوه بماء الزهر يعني الخبز تاعنا. ولا مام بريوش، كي ندير بريوش ما نحبش تاع لافاني وزاز تاع القاص، ما نكذبش عليكم. تخليوها بعد ما طرحناها تغطيوها وتخليوها تختمر حتى تطلع هكذا مده. يعني كل واحد وكيفاه الجو اللي في البيت تاعو. هنايا بعد ما اختمرت القرصه تاعنا، جبت انايا درت بيضه ودرت شويه قهوه. نتوما تحبوا ديروا زيت فاني، مهم تروح ريحه البيض هذاك. ونزيد نوضح الفارينه، ديما نقول اخواتي المصريات ولا في البلدان اللي ما يفهموش الفارينه هي الدقيق الابيض. هنايا ندهنوها هكذا كي تنتفخ، لكن من الاحسن كي تطرحوها في الاول، يعني كي تطرحوها في الاول ما تحطوا دهنوها طول سورتو المبتدئات، بيسك كي تنتفخ قادر مع هذاك الدهن تهبط. انا يعني متمرسه مالفا نخدم هكا، لكن من قبل كنت ما نخليهاش تنتفخ ونبدا ندهن فيها. اليوم نسيت خليتها حتى تنفخت. من بعد تزيين كيما تحبوا. انا هنايا حطيت شويه سكر بيسك هو حلو، سكر عادي يعني تاع القهوه. وانتوما اي حاجه تاع تزيين زينوا بها كيما تحبوا. تتحط هنا السانوج، اللي عنده جلجلانيه يقدر يحط الجلجلانيه. هاد الزرارع ملاح مام للجسم. سامحوني اخواتي على الوصفات، راني عدت ما نديرش بزاف وما نقعدش لي ظروف قاسيه. المهم بعد ما نتفخ وزينا تكونوا نتوما سخنتوا الفرن تاعكم على 180 درجه يكون سخون، تحطوه على الرف الوسطاني ودكوا الخبز تاعكم يطيب من تحت ويزيد يطيب من فوقه. هنا ضفت سكر الرطب يعني المرحي هذاك ومعاه السانوج. شوفوا ما شاء الله يعني الخبز الله يبارك كيفاه جات. انا من بعد ما طاب الله يبارك حميمر، يعني اذا اباك زاد خفضت في اللون هذا. جربوا الوصفه اخواتي راهي ناجحه 100%. كيما عودتكم ام رحمه انها تجرب الوصفات السع ومن بعد تحط لكم في القناه باش تكون مصداقيه. وكي جربوها اخواتي راكم تنجحوا فيها ان شاء الله. المهم تبعوا فقط المقادير خطوه بخطوه. انا هنا شوي سخون درتو يعني قصيته. ونعطيكم ثاني حاجه، كي يطيب لكم البريوش لازم تهزوه يعني تنحيوه من البلاطو وتقلبوه بيسكي يسد لكم تحت من تحت يدير ندى. هذا مكان. هاني بعد ما قصيته شوفوا الله يبارك هشاشه ويعني وخفه ما شاء الله، يعني بمقادير بسيطه. ما تنسونيش اخواتي لعجبتكم الوصفه بلي لايك تعليقات بارطاجيو الفيديو ليصل لاكبر عدد من المتابعين.
تحبكم أم رحمة تتفاعلوا معها، وأي حاجة اطلبوها مني إن شاء الله يقدرني ربي ونديرها لكم. وش نقول لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.